ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا رحاب، وهو الفيديو ده طويل شويه بس انا عاملاه يعني بطيء، انه عشان لو حد في حاجه مش واضحه او مثلا منتج مش باين يبان. تمام. هنعمل حاجه كده لوك مطرقع حبتين، الوانه حلوه تليق على كل الناس، يعني الوان البرتقاني. ماشي. اول حاجه حطيت البرايمر اللي هو بيبي سكين بتاع ميبلين. تمام. هحط البرايمر ده وظيفته ايه؟ بيعزل بين بشرتي وبين الميك اب، وكمان بيثبت الميك اب. ف حطيته في المناطق اللي فيها دهون. اوكي. دي باليت من كريولان، دي فيها كونسيلر وكونتور كوريكتور. كوريكتور برتقاني ده اللي تحت العين لو الهالات سودا قوي، كوريكتور اخضر لو للحبوب. ماشي. احط فوق عيني حاجه كده بيز للاي شادو، ولو لونه فاتح عادي كده كده هيندمج، يعني مش ازمه، هو بيوضح اللون اكتر. هدمجه بقى بس بالراحه عشان يبقى واضح. الفيديو طويل شويه بس النتيجه هتبقى حلوه. بعد كده هثبت الكونسيلر اللي انا حطيته فوق عينيا باللوز باودر دي من ايرسبون. حلوه قوي، حلوه وسعرها كويس. ماشي. هحط طبقه خفيفه كده عشان فوق عيني ما يخططش. طبعا اهم حاجه تكون بشرتنا مترطبه كويس، يعني دي نصيحتي قبل اي حاجه، قبل ما نبدا باي ميك اب نرطب وشنا حلو قوي. هنحط بقى الاي شادو، دي باليت مورفي. تمام. هنختار اللون الانتقالي اللي هو من الالوان الفاتحه الترابيه. ماشي. خدت لون البيج ده على الجفن كله، وهدمجه بفرشه تكون منفوشة شوية، يعني الفرشة المبططة مش هتنفع لو انا بدمج اي شادو. الفرشة دي كانت من جيسب. هنفضل ندمج شوية حلوين. ده شكل الفرشة منفوشة. هنكمل دمج معنا ربنا. كتير كتير كتير. اهم حاجة انه ما يبقاش مبقع، يندمج على الجفن كله. وزي ما قلت ده اللون الانتقالي، ده بيتحط على الجفن كله، وبعد كده نبتدي نحط الالوان اللي احنا عايزينها. ساعة ونص مريم بقى، دمج 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 دمج. بعد كده بفرشة اصغر شوية اخد لون برتقاني اغمق سنة، وابتدي احطه في الاخر، اخر عيني، يعني من عيني من الاخر. تمام. وهدمجه مع اللون الانتقالي برضو، انا عايزاه يبقى واضح. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد الكونسيلر، هعمل حته كده زي الكات كريز، حته صغنطوطه. الكونسيلر ده وظيفته انه هينضف مكان الاي شادو اللي تحت. انا عايزه اعمل الشكل ده انه يبقى الحته دي بس مركزه فيها على الاي شادو بلون معين، هيبقى لون ذهبي مصفر. فالكونسيلر ده هيثبت معايا اللون وهيوضحه اكتر، هيبقى بيز ليه يعني. هحط بس نص الجفن كده، مش نكمل بقى الرسمة. اهم حاجة نظبطها، يعني انا قصدا ان هي تبقى متحددة، يعني
يبان ان انا عامله الجزء ده، بس مش عايزاها تبقى متموهه او مدموجه، هي الحته دي بالظبط. انا بختار اللون اللي هحطه بس عادي. دي باليت ريفولوشن، الوانها فيها الوان شمري ذهبي وبنفسجي وكده. هاخد اللون الذهبي اللي فيها وهحطه في اول عينيا. بس طبعا هي الباليت البيجمنتيشن بتاعها حلو جدا، بس مش جليتر يعني، ما تبانش تبقى رقيقة. في حاجات تبقى اوضح من كده فيها جليتر تبقى باينة اكتر، بس دي برضو حلوة قوي وسعرها مناسب وفيها درجات كتير. هحدد على الكونسيلر اللي انا حطيته. اهم حاجة ان انا لو هحط اي شادو لونه يعني شمري او بيلمع، ان انا اخد فرشة مبططة مش منفوشة. المنفوشة لو انا عايزة حاجة افرد بيها على جفني، افرد اللون. لكن لو انا عايزة احط حاجة لون شمري عايزاه واضح، ولو بالايد كمان يبقى احلى، بس انا كنت عايزة الخط يبان. هاخد تاني جزء كده من البرتقاني اللي انا حطيته الاول بفرشة المنفوشة في اخر عيني، زيادة تأكيد كده اوضح اللون اكتر. انا بحب برضه اشتغل بايدي، يعني مش شرط فرش، مش لازم خالص. يعني الفرش مهمة وكل حاجة، بس ساعات شغل بالايد بيبقى حلو، بيدمج، بيبقى جميل جدا. ده قلم من ميبلين، ده لونه بني، سعره تقريبا من سمير ويليام كان ب120 ب130. انا بحب احط ايلاينر بني مش اسود، يعني بحبه يبقى متموه كده، مش حاجة واضحة، عشان انا اصلا عيني جفني صغير. ارسم خط زي خط الايلاينر كده. طبعا انا عشان شغالة بايد واحدة في الموضوع صعب. حطيت الرموش، حطيت الرمش الاولاني والتاني معاكم هنا لزقته. حطيت اللزق يعني واستنيت عليه بالظبط من 10-15 ثانية، وبعدين بلزقه اهو الطريقة اهي. حطيته من نص عينيا وثبته في الطروف. اهم حاجة الطرف الاولاني اللي جوه عينيا واللي بره انه يكون متثبت. هحط لزق ضروري احط لزق كويس قوي من الجنبين عشان ما تتفكش مني في نص المناسبة يعني، وبثبتها كويس قوي، ده لازم. اللزق لانيل والرموش دي كنت جايباها من جروب بصراحة مش فاكرة اسمها ايه، مش فاكرة. بس هي زي بتاع كده فيها كذا كذا رمش. هنا بقى الرموش هنطير بقى. دي ماسكارا اسنس لاش برنسس الخضرة دي، بس عشان ايه اللي هو لون رموشي الاساسي افتح شوية، فانا بحاول ادمج الاتنين او تبقى لونها اسود. ده فاونديشن ميلاني يا جماعة، بجد خطير والله، خطير بجد. احط بقى بايدي كده، مش عايزه احط حاجه فول كفرج تبقى حاجه تقيله على وشي، لا عايزه يبقى شكله حلو. اهم حاجه في الفاونديشن تبقى نفس درجتنا، ما يبقاش درجه فاتحه، يعني فاتحه اللي هو خلاص بدر منور، ممكن يبقى افتح من وشي درجه، لكن ما يبقاش فاتح اللي هو ايه خلاص بقى أليس في بلاد العجائب سنو وايت. ودي فرشه بتبقى دي تقريبا برضو من جسب، دي للفاونديشن وتنفع للتنت وتنفع للبرايمر وكونتور، تدمج اي حاجة. بس بعدها ضروري جدا ان انا هستخدم بيوتي بلندر، لان دي بتسيب شوية زيادات.
طبعا مش بننسى رقبتنا عشان فرق اللون. هو كده كده الفاونديشن ده انا جايبه درجتي فمش هيعمل فرق قوي، بس برضو عشان ايه مبقاش في فرق خالص. وبالبيوتي بلندر بنسحب الزيادات من كل الوش بقى. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة الكونسيلر. ده لاجير درجة اللي هي اللون الأصفر، حلوة قوي قوي بتنور تحت العين جدا. بصوا الكفر بتاعه عامل ازاي، تحفة، خطير، بيغطي كل الهالات السوداء. بس هي الفكرة كلها ان انا ما اقدرش احطه لو مثلا في يوم وانا نازلة حتى مش حاطة فاونديشن، فما اقدرش احطه كده لان الفاونديشن وحد لون بشرتي، فاقدر ان انا احط كونسيلر فاتح. لكن في العادي ما اقدرش احط الاصفر لوحده، بحط درجة بتبقى قريبة لبشرتي قوي، يعني ممكن تبقى درجة الفاونديشن مثلا. بعد كده مرحلة الكونتور. الكونتور ده كونسيلر اصلا غامق من فلورمار، تقريبا كان سعره 140 150. ماشي، مش هحط كتير، ده اولا. ثانيا ان انا مش عايزه اوصل لاخر خدي ان انا ابرز خدودي، لا انا عايزه ارفع وشي بس. احط في القوره طبعا، والمناخير هحاول اصغرها على قد ما اقدر. وبرضه ما احطش كتير. اي برودكت بستخدمه مش عايزين نحط كتير عشان الدنيا هتبوظ مننا قوي. بعد كده هحط البلاشر الكريمي او التنت كريمي ده من مايت سينما، حلو جدا جدا. اسمه فيلفت، الدرجة بتاعته 206. الدرجة دي حلوة جدا وبتليق على اغلب الوان البشرة، فظيعة بجد. وابتدي ادمج بقى الاتنين مع بعض عادي، الاتنين على بعض مش حوار يعني. ادمج الاول القورة فوق عشان هي يعني كونتور بس، وبعد كده البلاشر والكونتور مع بعض. هدمج الكونتور المناخير بفرشة صغنطوطة كده عشان بس الدنيا ما تبهدلش مننا، ما يطلعش بره. انا عايزة احافظ على شكل الكونتور اللي انا عملته. بعد كده هحدد وشي، هحدد الكونتور اللي انا عملته. ده كونسيلر من ويت اند وايلد، اي كونسيلر فاتح عادي، مش شرط حاجة معينة يعني. وبرضه هحدد الاماكن اللي انا عايزه افتحها، يعني في كونتور المناخير الحته اللي في النص دي عشان ابرز الحته الصغيره، ان انا مناخيري رفيعه وهي كانها رفيعه يعني. وبعدين ابتدي ادمج بس بالراحه، ان انا مش عايزه ابهدل اللي انا عملته، يعني الخط اللي انا عملته ده مش عايزاه يبقى، انا عايزه اموهه ما يبقاش خط واضح بس مش هموهه قوي. ابتدي بقى ادمج الدنيا كلها مع بعض، مش عايزه وشي كاني عامله خريطه، هدمج بالراحه. بعد كده البيوتي بلندر اللي هي اريسبون برضو، مش هاخد طبقة كبيرة من اللوس باودر في الاول لان الكونسيلر بيشربها،
فاول طبقه هحطها تبقى خفيفه. دي اصلا المعلومه دي كده من ميك اب ارتست انا بموت فيها، قالت لي عليها. يعني انا اقدر اعمل اول طبقه كده، بعد كده ممكن احط تاني لو عايزه، بس اول طبقه ما تبقاش تقيله. واي مكان بقى عايزه اثبت فيه الفاونديشن ويكون يعني افتح ابرز مثلا حته معينه في وشي باللوس باودر. لو الكونتور بقى هحط مثلا برونزر او كونتور في الحته اللي انا مغمقاها. بس المهم ان انا اثبت كل حاجه انا عاملاها ببودره. يعني الكونتور بكونتور بودره، البلاشر الكريمي ببلاشر بودره، الكونسيلر بلوس باودر عادي. بعد كده ده البلاشرز انا بحبهم جدا الاتنين دول من سيبال. درجة 5 ودرجة 7. 5 دي البينك، و7 اللي هي على بني شوية. حلوين قوي ولونهم حلو. نحط الاتنين على بعض واضحك كده عشان الخدود تبان. اهم حاجة انه ما يبقاش مخطط، او ان انا كأني حاطة على وشي واخدة بوكس او لوكماء، وانا بقى ايه تخلف هشتغل. مرحلة الحواجب ده جل لاجيرل حلو قوي. الدرجة بتاعته سوفت براون. دي الفرشة اللي انا بستخدمها بتبقى رفيعة عشان اقدر ارسم شعرة، والناحية التانية بتبقى فرشة عشان اسرح بيها الحاجب. مهمة جدا خطوة ان انا اسرح حاجبي عشان اعرف انا هرسم ايه وهبتدي منين لفين. هرسم بالراحة، انا كده كده عايزة املى فراغات، مش عايزة ان انا اعمل حواجب جديدة يعني. يا دوبك بس ان انا هرسم على خفيف. الدرجة بتاعته انا قلتها، الدرجة بتاعته سوفت براون، درجة طبيعي يعني طبيعية حلوة قوي. لو مش باينة كأني مش حاطة حاجة ولا غامقة ولا فاتحة، هي مظبوطة. وبرضو كل حد على حسب الدرجة اللي تناسبه. في ناس حواجبها بتبقى غامقة قوي، ممكن يجيبوا مثلا براون بس. نفس اللون اللي حطيناه فوق العين. دي الفرشة دي منفوشة شوية بس مبططة شوية، يعني مش مبططة اللي هي رفيعة، لا مبططة تخينة. دي اللي تحت العين هدمج عشان بس تحت العين لازم نحدده. نفس اللون ده اللي فوق العين. مش هحط كتير، بس هوصل اللي تحت باللي فوق، يعني تحت العين باللي فوق، من غير ما يبقى خط واحد مخطط، لا هحاول ادمجه شوية. الحركة دي بتوسع العين عموما. مش عارفة بدور على ايه، اسمع عليا يا جماعة. دي باليت قديمة قوي قوي قوي، كانت فيها اي شادو كده الوان شمري كتير ومترقعة. حلوة يعني لونها واضح. فحطيت نفس اللونين اللي حطيتهم فوق هحطهم تحت بنفس الترتيب، يعني الذهبي تحت الذهبي اللي فوق، والاورنج اللي تحت العين تحت الاورنج اللي فوق العين. الميك اب مش قانون ومش اجبار ان انا لازم اعمل كده، لا كل واحد يعمل اللي يريحه. انا دي حاجة بتريحني بتناسبني هعملها. دي مسكرة هحط هحدد رموش بس اللي تحت، همشي كده عليها وبالراحة عشان ما تهببش تحت عينيا. مش هحط كتير يعني، امشي كده وخلاص. ده الاختراع والاكتشاف هايلايتر بتاع مايت سينما، سعره رخيص جدا. دي فرشة مدورة منفوشة. هعمل بيها ايه بقى؟ الكورنر بتاع عيني، الحركة دي بتوسع العين جدا. الكورنر بتاع العين ده نحط فيه كده وندمج، وبعد كده هحط عادي بقى بايديا، او لو حابين بفرشة. بصوا بينور ازاي يا جماعة، والله مش طبيعي، وسعره رخيص بجد تحفة. هحط بقى كتير يعني هايلايتر كتير. عايزين ننور.
ده البلاشر تاني بتاع سيبال. هحط تاني، هعيد على الهايلايتر عشان ايه ادمج كله مع بعضه كده، ما يبقاش زي ما قلت ان انا حاطه كل حاجه مخططه. اخر حاجه ده ليب لاينر تقريبا ان حاجه كده لونه بني. هعمل بس كونتور لشفايفي عادي. اي درجه عندكم لونها بني، مش لازم نفس الحاجه، بس انا بحب حركه تحديد الشفايف دي، بتدي شكل حلو يعني، بتدي فوليوم كده. ومن فوق نفس الكلام. انا اسف لبشاعه المنظر، بس انا بحب اعمل الحركه دي اوي وانا بعت روج. هدور على الحاجات ساعة ونص، معلش استحملوني. الروج ده من مايت سينما تقريبا ب15-20 جنيه، خطير. بصوا الدرجة والله يعني مش طبيعية، باكله. حاجات مايت سينما خطيرة يا جماعة. وخلاص ده الفاينل لوك. يا رب يبقى عجبكم ان شاء الله، بغض النظر عن اللي انا بعمله دلوقتي ده. بس ان شاء الله يعجبكم. شكرا على وقتكم.